بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة معانا فيديو التوفير، فيديو كده، يعني حاجة حلوة وحاجة جميلة خالص، وحاجة كلنا بنرميها طبعا ومش بنستخدمها. طبعا ليه ترميها؟ وليه طبعا ما نستفاد منيها أحسن وأوفر. تعالوا كده نشوف بداية الفيديو بتاعنا، والأول نسمي ونصلي على الرسول وندخل ونشوف. معانا قشور البرتقال اليوسفي. يعني بُصّي كده شوية قشور بترميها، أنتِ طبعًا مش بتستخدميها تاني، بتاكلي البرتقانة وترمي القشر، لا ما ترميهوش، شيليه على جنب كده، هينفعِك في الزنقات طبعًا، وهينفعِك في كل حاجة، وإحنا عارفينه طبعًا ريحته والنكهة بتاعته قوية جدًا، جدًا، يعني أفضل من أي حاجة. هنضرب كده زي ما أنتم شايفين، هنضرب اليوسفي، قشور اليوسفي مع طبعًا لتر من المَيّة في الشفشق بتاع الخلاط، هنضربه ضرب جامد لحد ما يطحن كل طبعًا القشور بتاعتنا. بعد ما هنضرب القشر بتاع اليوسفي، هنروح طبعًا على مصفاية حلوة جميلة كده، وهنروح طبعًا وهنروح نصفّيها. بس الأول تعالوا نشوف طبعًا هنعمل إيه. الأول هاضربهم كده ضرب كويس لمدة كده دقيقتين 3، وبعد كده هنشوف وهنبتدي نشوف اليوسفي بعد ما يطحن جامد. رُحنا كده وصفّينا شوية، شوية، هنصفّيهم كلّهم. وطبعًا هننزل بالبرتقان اليوسفي، هننزل ونصفّي كل البرتقان. بعد ما هنصفّي البرتقان بتاعنا هنشوف المواد والحاجات طبعًا اللي هنحطها، وطبعًا تعمل معانا كمية كبيرة 10 لتر من البرتقان اليوسفي. طبعًا إلى سائل طبعًا ومنظّف للمواعين، وطبعًا بريل قوي جدًا، جدًا، والريحة بتاعته نفاذة وبيرغي طبعًا جامد. ويعني بُصّي نضافة، يعني نضافة تبهرِك. يعني لو عندِك حلل ألمونيوم هتبرق، لو عندِك مثلًا بوتاجاز هيلمع، لو عندِك مثلًا بُصّي كده أي حاجة. وكمان يا سلام بعد ما تغسلي بيها، الله على إيدِك وجمال إيدِك وريحة إيدِك، كلّها طبعًا نكهة البرتقان اليوسفي القوية النفاذة. صراحة من الآخر يعني وصفة مش هتندمي لمّا تجرّبيها. إن شاء الله تجرّبيها وتطلع معاكِ مضبوطة، وتطلع معاكِ ناجحة من أول مرّة. اتبعي معايا الفيديو للآخر، وأنتِ طبعًا هتعرفي كل حاجة وكل تكات الفيديو بتاعنا. كده أنا حطيت طبعًا مع البرتقان بتاعي، حطيت نُص كوباية من السكر، وهاحط 8 معالق من النشا، هادوّب كل معالق النشا دي، وهاضربها ضرب كويس، وهاضرب فيها جامد. كده معايا نُص معلقة من معلقة كاملة، بس من المعلقة الكبيرة نُص معلقة من البيكنج صودا. هندوّبها كويس كده وهاركنها على جنب. بعد ما هاركنها على جنب، هاجيب طبعًا المادة الأساسية بتاعتنا، أو المادة الفعّالة اللي هتحوّل لي طبعًا اليوسفي أو قشور اليوسفي دي طبعًا للصابون، لصابون سائل للمواعين. معايا المَج ده كده، المَج بتاعي ده أنا كان مكسور أو مشحور فمش باستخدمه. جِبت المَج بتاع الشاي بتاعي العادي، وهاحط طبعًا معلقتين كبار من المعلقة اللي أنا هاحط فيها دي، معلقتين من الصودا أو من البوتاسيوم، هتدوبيهم طبعًا في كوباية إلا ربع من المَيّة. طبعًا هندوبهم كويس جدًا، جدًا. ممنوع أي طبعًا من الأطفال يكون جنبِك أو معاكِ، أو أنتِ تلمسيه بإيدِك، ممنوع منعًا باتًا، لإن البوتاسيوم عارفينه مادة كاوية ومادة طبعًا يعني لا قدّر الله ربنا يحمينا ويحفظنا ويحفظ ولادنا يا رب. كده هادوّب معايا الصوديا الكاوية أو البوتاسيوم، وطبعًا هي سخنة كده، وأنا هادوّبها خالص لحد طبعًا ما تدوب نهائي. معلش كده النهارده طبعًا معانا تغيير من الأكل والمعجنات والكلام ده، قُلنا لازم نوفّر طالما يعني كل حاجة بتغلى لازم نوفّر على نفسنا شوية، ونشوف طبعًا ونمشي طبعًا نمشي بأي حاجة عندنا في بيتنا نستفاد منيها. كده البوتاسيوم بتاعي داب خالص في المَيّة، والمَيّة كده سخنة بس دافية شوية يعني. شوفوا كده مجرد ما هانزل بيه على
قشور البرتقال او قشور اليوسفي او الماده بتاعي، شوفي هتكلكع ازاي، شايفين؟ وهيتقل بسرعه. طبعا انت حاطه كده سكر معززه طبعا علشان الرغوه، السكر والنشا والبرتقال طبعا. يعني بص كده، يعني ما يعني يعني كل ما تضربي فيه او كل طبعا ما تقلبي فيه هيتقل معاكي. كده انا هنزل برضو بايه، بلتر من الميه تاني هخفف، لان حاساه بقيت كل ما تضربي فيه هتلاقيه يتقل معاكي. فانا هخفف وكده يمكن واضح او مش واضح. هنزل عليه بلتر من الميه تاني، وطبعا ايه هخليه ايه هخفف، وكل ما يتقل معايا هخففه بالميه. مش هخليه طبعا ايه كل ما احسه تقيل عليا هخفف ميه هخفف ميه، لحد طبعا ايه ما يبقى معاه القوام بتاعه اللي انا ايه عايزاه، او اللي انا متعوده بيه اغسل بيه ايه المواعين. زي ما انتوا شايفين يعني بقي يعني ايه تقيل خالص ولازق خالص خالص. وانا كل ما اقلب فيه طبعا احسه بيتقل. اول ما حطيتها شايفين الميه، يعني بحط ميه، حطيت لترين لحد دلوقتي، لترين ميه. كل شويه هلقاه طبعا هحط لتر ميه من تاني، يمكن حطيت خمس لتر من الميه وانا شغاله. طبعا كل ما اقلب فيه القاه بيتقل القاه بيتقل. طب بعد كده هحطه طبعا، وهجيب معايا ايه لتر. يعني انا كنت معايير الاول لتر من البريل سائل المواعين بتاعك العادي اللي انت بتستخدميه. لونه برضو يفضل ان هو يكون لونه اصفر مش اللون الاخضر، عشان انت معاك اللون الاصفر كده واضح خالص، فما ينفعش نحط عليه ايه الازرق بتاعنا او اي لون تاني، هو الاصفر. طبعا انا كده هنزل ببيكربونات الصوديوم بتاعه الطعميه. كل ده وانا طبعا ايه لسه في النشا والسكر وقشور البرتقال والبوتاسيوم وكل ده وانا بقلب فيه. وكل كده بيتقل، وكل ما يتقل معايا اخففه بالميه. يعني تكوني معاكي مثلا ايه لتر الميه جنبيكي وانت تنزلي عليه وتخففي فيه لحد ما يبقى معاكي ايه القوام بتاعك اللي انت عايزاه. كده انا هنزل عليه هجيب معايا لتر من ايه لتر من البريل العادي، بس انا ايه معايراه كده في كوبايه زي ما انتم شايفين الكوبايه بتاعتي. هنزل عليها طبعا ايه بكل الخليط بتاعي، وهضرب فيه اضربي فيه جامد لحد ما يتقل معاك وتحسيه كله رغوة في رغوة يعني معاك. تضربي يعني على قد ما تقدري يعني وانتي شغالة فيه. يعني لو معايا لحد دلوقتي ما دوستوش لايك، يا ريت تدوسي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد. طبعا كده البريل بتاعي كده خلاص بقي. شوف الرغوة اللي فيه، هتبتدي طبعا ايه الرغوة تطلع كلها، وهيبقى كله رغوة في رغوة في رغوة. يعني صراحة ممتاز ممتاز، وصفة مش هتندمي انك لو عملتيها، مش هتندمي ابدا ابدا عليها. والريحة ما اقولكيش ريحة تحفة، والنظافة تبهر فعلا، واكيد كلكم جربتوها. وصفة جميلة جميلة جدا جدا جدا. شايفين الرغاوي بتاعت البريل او بتاعت بريل سائل الصابون بتاعنا اللي عملناه، صراحة تحفة. واللون شكله زي ما انتوا شايفين، يعني لون اصفر، مش محتاجين طبعا لون اي الوان صناعية تضاف على البريل بتاعنا. شايفين طبعا الرغاوي اللي طالعة، كل ما تقلبي فيها يتقل معاكي ويرغي معاكي، كل ما تقلبي لحد ما يبقى كله رغوة في رغوة ويتقل معاكي جامد. وبعد كده لو عايزة تخففيه خففيه برضو، بس أهم حاجة تضربي فيه كويس. طبعا لفترة طويلة أنا يمكن برضو بسرع برضو شوية علشان ما أطولش عليكم الفيديو. كده زي ما انتوا شايفين أنا طبعا بوريكم القوام بتاعه، يعني شايفين قوامه ازاي جميل جدا جدا. وكل ما تقلبي فيه يتقل معاكي، كل ما تقلبي فيه يتقل معاك، علشان البوتاسيوم اللي انت حطاها مادة كاوية، فطبعا ايه بيتقل معاكي طبعا ايه المادة اللي انت مستخدماها. طبعا عشان انت طبعا مكوناتنا كلها قشور ومية وشوية نشا وبيكنج صودا وبوتاسيوم، وطبعا ما فيش تاني اي حاجة. كده خلصنا الوصفة بتاعتنا، ويا ريت طبعا تنال اعجابكم، ويا ريت تكونوا استفدتوا منيها. وطبعا ما تبخلوش علينا باللايك، وطبعا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وانا هوريكم برضو ان هو طبعا في رغوة، ورغوته قوية جدا جدا، ولو استخدمتيها طبعا في غسيل المواعين بتاعتك مش هتندمي عليها.
هجيب كده شوية من البريل اللي أنا عملته ده، بريل المواعين الجميل، وهوريك الرغوة بتاعته ازاي بترغي معاكي. وهجيب طبعا سلك مواعين عندي عادي خالص. طبعا كده شايفين دي باين عليه القشور. كده انا هغسل ايه، ما حطيتش غير شوية يعني بساط جدا جدا. طبعا شايفين بيرغي ازاي في المج بتاعنا. يعني صراحة يبهر، والريحة تحفة تحفة تحفة. يعني شايفين انا يا دوب حطيت السلكة كده ونزلت عليها. كده انا هوريكم الرغوة بتاعتها ازاي بترغي جامد. هحط شوية تاني وهنشوف طبعا ايه. وشوف يعني بخففها مية، مش بخففها يعني بريل او حاجة، لا انا خففتها مية عشان بس ايه، تشوفي ان الخليط بتاعي جامد جدا. كده كل ما ترغي فيها تلاقيه بيرغي بيرغي، بيديك رغوة جميلة جميلة جدا جدا. اه يعني وايدك بتبقى ايه ريحتها برتقان، يعني جميلة جميلة. شايفين الطبق كله بيه ايه طبعا رغاوي. يلا كده قومي وشطري واعملي احلى احلى بريل مواعين، ومش هتندمي لما تجربيه. ويا ريت طبعا ايه تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس، وطبعا تدوسي لايك. شكرا والسلام عليكم.